اهلا يا حلوين. لسه مكملين وصفات عيد الاضحى الخطيره. وصفه النهارده الممبار، هنعمله بخلطه وحشوه حلوه قوي وهيطلع معاكم خطير. اهم حاجه نكون واثقين من المكان اللي بنجيبه منه. دلوقتي هنحضر الحشوه اللي هنحشي بيها الممبار. معايا كيلو من الرز مغسول ومتصفي كويس. لكل كيلو ممبار معاه كيلو رز، وعليهم 3 بصلات كبار مفرومين فرم ناعم. انا بحب اقلب البصل مع الرز كده الاول، بعدين بنزل عليهم ببقدونس وشبت وكزبره، وبقلب برضو كل ده كويس الاول مع الرز. ريحتهم بتطلع وبتكون حلوه قوي. بعدين هضيف البهارات. معايا معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه بابريكا ومعلقه من بهارات المحشي وكيس 11 بهار بتاع كنور، واقلب كل ده كويس قوي مع بعض. بعدين بنزل عليهم بلتر عصير طماطم ومعلقه كبيره صلصه، واقلب الخلطه الحلوه دي بقى ونبتدي نحشي الممبار. وده الممبار انا غسلته تاني كويس بملح وليمون ودقيق، وقصيته كده بالمقص او السكينه حسب الطول اللي انا عايزاه. بعدين بمسك الممبار كده بالصباعين دول، بفتحه وبحشي الرز بايدي التانية. طريقته سهله جدا ومش بياخد وقت خالص، بس ناخد بالنا واحنا بنحشيه منملهوش للاخر. لازم نسيبه فاضي شويه كده علشان ندي مساحه للرز ينفش فيه، وعلشان ما يفرقعش مننا في الميه. بضغط عليه كده وبنزل لتحت بالرز واكمل. بكمل كل الكميه بالشكل ده، وبنزل اي رز زياده عليه. ودي طريقه تانية سهله برضو، بفتحه كده من قدام في الطبق اللي بحشي فيه وبحشي بايدي الاتنين. اي طريقه ممكن تحشوا بيها الاسهل ليكوا اعملوه، هو سهل وبسيط خالص. بس بخلص كل الكميه بنفس الطريقه. بعد كده هنسلقه بالطريقه العاديه خالص، بس قبل ما انزله في الميه بخله كده وبخرمه بسيط علشان ما يفرقعش في الميه، او بدبوس يكون نضيف. بعد كده معايا هنا حله فيها ميه سخنه، بضيف فيها حبهان وورق لورا ورشه ملح ورشه من الفلفل الاسود، بس كده. بعدين بنزل بالممبار. هو اول ما بينزل في الميه السخنه بيقفل على طول، وبسيبه لمده نص ساعه او ساعه الا ربع. بيبان من الرز، بضغط عليه كده من بره بتاكد انه استوى. بطلعه بقى على طول على مصفى، ولما يبرد بحمره في زيت غزير وسخن لحد ما ياخد لون ذهبي جميل. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى يكون عجبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.